ان انت ما تخليش حتى الروس ياخدوا كحول والكلام ده كله عشان ما تبوظش العيد على الناس. طب ايه رايكم نجيبه ولا ايه؟ يلا الفعاليات الحلوه هنا في الصراحه الاجواء جميله. تقدر تيجي هنا من غير فلوس حرفيا. النهارده يا جدعان حرفيا الناس كتيره جدا جدا جدا. ده في براميدا يا شوفوا عايزين نظهر بشكل احسن من كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم فارس اللول من الأراضي الروسية. طبعا النهارده يوم غير كل الأيام، طبعا النهارده مش يوم دراسي، احنا رايحين أنا وأصحابي رايحين نشوف النهارده في مدينة تيومين إذا كان في بحر ولا دي ترعة ولا هما بيشتغلونا ولا إيه. يلا بينا نستكشف مع بعضينا. طبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، النهارده اليوم هيبقى جميل جدا حرفيا، هتستمتعوا معانا. وعايزين نشوف عامة الروسيين بيعملوا إيه في اليوم بتاع الأجازة بتاعهم في البحر، هل بيروحوا بيعوموا بيقعدوا بياكلوا، كل الكلام ده هنستكشفه مع بعضينا. يلا بينا يلا بينا. طبعا يا شباب الناس كلها لما بتيجي رايحه البحر بتجيب اكلها بتجيب دنيتها وبتروح تشوي هناك، انما احنا رايحين اللي هو يعني عامه هنجيب اكل وناكله هناك طبعا. بس انتوا هوريكم هناك ان في ناس بتشوي وفي ناس بتعمل حاجات كتيره جدا وفعاليات كتيره جدا، بس احنا رايحين اللي هو احنا اصلا عامه متاخرين، فرايحين بس اللي هو نشوف الاجواء واصور لكم الدنيا. طبعا يا شباب الاجواء النهارده يعني حرفيا احنا دلوقتي في نص النهار بس الجو حر جدا جدا جدا. احنا في روسيا بس حرفيا النهارده الجو 30 فوق الصفر، يعني اكيد مش تحت الصفر. فحرفيا الجو الرطوبه عاليه والجو حر، عشان كده انا اول ما صحيت قلت انا لازم انزل اوريكم الاجواء والدنيا دي في البحر بيبقى عاملين ازاي. طبعا دي اول مره حرفيا اروح اشوف فيها الدنيا هناك. يعني انا رايح طبعا في ناس كتير راحت قبلي، بس انا رايح اللي هو بالنسبه لي دي اول مره واول مره ليكم، فنستكشف كل حاجه مع بعض. طبعا من الحاجات اللي انا عايز اعرفها لكم ان تيومين دي بلد في سيبيريا، يعني مش بلد اللي هي زي موسكو زي سان بيتربورج زي الكلام ده كله، لا البلد دي حرفيا في الشتاء، ركز معايا يا فتحي، حرفيا رجلك بتجمد والجو بيبقى تلج جدا. طبعا باذن الله في الوقت اللي جاي كله انا هوثق لكم كل لحظه حرفيا في المدينه دي. معلومه تاني عايز اقولها لكم ان تيومين دي بلد النفط والغاز في روسيا، وتيومين دي اقدم بلد في سيبيريا. طبعا لو هتحطها في مقارنه قدام كاترينبورج او قدام سان بيتربورج موسكو كازان، البلاد طبعا هي اصغر منهم بس حرفيا البلد مش قليله وبلد غنيه جدا، لان بقول لكم ان البلد دي اقدم بلد في سيبيريا، وتاني حاجه بلد النفط والغاز. طبعا احنا قدام دلوقتي سوبر ماركت هنشتري شويه حاجات زي ما قلت لكم في اول الفيديو، ان احنا مش جايبين اكل ولا رايحين نشوي ولا كل الكلام ده، بس انا هوريكم حرفيا الفعاليات كلها اللي بتبقى موجوده هناك. اكيد هناك هنجوع فهنجيب حاجات اللي هو بس اللي هو لحد ما نرجع وناكل براحتنا. يلا بينا نخش نشوف السوبر ماركت هنجيب منه ايه. يلا بينا اللي انت فيها يا حازم. احا فتحي. طبعا زي ما قلت لكم هنجيب حاجات خفيفه جدا، يعني الناس هنا يعني تعالى هنا نشوف فتحي هيشتري ايه. انت هتشتري ايه يا فتحي؟ هشتري واحدة سامسونج. السمسه دي يا جدعان يعني هي اصلا حاجه اوزبكيه او طاجيكستانيه، حاجه من الحاجات دي. اوريكم دلوقتي شكل السمسه عامل ازاي. طبعا اهو سمسيتين كده اي حاجه بس لحد ما نرجع وناكل براحتنا بقى الاكل الطبيعي بتاعنا. طبعا يا جدعان هنا من الحاجات برضو اللي انا كنت عايز اوريها لكم ان هنا في مسقعه، تتوقعوا هنا في مسقعه. بصوا طبعا انا قبل كده دقتها، لا حرفيا زي المسقعه بالظبط. طبعا هنا برضو في فاصوليا، في حرفيا كل حاجه تلاقيها هنا. طبعا برضو هنا في فول زي ما انتم شايفين، الصراحه طعمه مش احسن حاجه. طب ايه رايكم نجيبه ولا ايه؟ انا مش عارف لحد دلوقتي هنجيب اكل ايه، حرفيا شكلنا مش هنجيب اكل ونروح. مش عارف انتوا عارفين دي، اكيد عارفين دي رنجه. فسيخ تعالى كده اوريهم. فسيخ. رنجة بصوا مصرية 100%. طبعا بتبقى هنا غالية جدا يا جدعان، بصوا 279 و300 يعني ما يقارب 200 جنيه مثلا في الحدود دي، 190 180. انت شايف ايه؟ والله انا شايف ان احنا نروح عشان نعمل الفيديو ونخلص على خير ونمشي. يلا بينا. طبعا والله حرفيا يا جدعان المصريين ضحك في كل مكان، يعني واحد بيقول لي بطيخ والتاني بيقول لي تعالى نجيب جبنه ونروح نعمل الاكل هناك. حرفيا ضحك. طب والله يا جدعان صلوا على النبي انا بكلمكم بجد، ايه رايكم نجيب جبنه وبطيخ والكلام ده؟ والله بتكلم بجد. رايك ايه يا عبد؟ رايك هاكل ايه؟ سمسة وخلاص على كده. طبعا انتوا تقدروا تحاسبوا على الكاسه هناك وبرضه تقدروا تحاسبوا لنفسكم هنا. تخش تختار اللي انت جبته بالتليفون، كل حاجه هنا يعني بالتليفون عادي. بس كده يلا بينا. طبعا احنا حاليا هنروح نركب ونروح على البحر على طول. عامه هم بيقولوا بحر وفي ناس بتقول ترع، احنا هنروح ونستكشف مع بعضينا. طبعا يا جدعان من الحاجات اللي انا لاحظتها ايجابيه هنا النهارده طبعا العيد بتاع المدينه، فالعيد بتاع المدينه بيبقى فيه يعني احتفاليات والكلام ده كله. فانا كنت في السوبر ماركت دلوقتي زي ما انتم عارفين، لقيت راجل كان عايز يشتري بيره، قالوا له لا. طب الراجل بيقول لهم ليه لا ومش عارف ايه، طبعا الراجل اصلا باين عليه سكران. فدي طبعا يعني حاجه اللي هو انتم عارفين طبعا هنا اغلبيتهم بيشربوا والكلام ده كله، بس ان انت ما تخليش حتى الروس ياخدوا كحول والكلام ده كله عشان ما تبوظش العيد على الناس، فدي الصراحه حاجه تحتسب ليهم يعني، ومن الحاجات الايجابيات اللي انا لقيتها النهارده.
الناس كلها رايحه بالشباشب. طبعا احنا نزلنا من الاوتوبوس وحرفيا احنا هنتمشى شكلنا حبه كتار جدا جدا، فيلا بينا مع بعض. طبعا قلت ادردش معاكم بما ان احنا لسه مكملين حبه كتار قدام. كان في ناس كتير بتسالني يا فارس، طب انتوا في الاجازه عندكم في روسيا بتعملوا ايه؟ عامه الطلاب هنا في الاجازه بينقسموا لحاجتين. اول حاجه ان في ناس كتير جدا بتنزل تشتغل، اذا كان بقى مطعم، اذا كان سترويكا اللي هو المعمار او الكلام ده، او الناس اللي بتنزل اجازات. طب الناس اللي بتنزل اجازات بتشوف اهلها وكل الكلام ده عارفين. طب الناس اللي بتشتغل هنا ايه مصيرها او بتعمل ايه بالظبط؟ طبعا في كذا شغل، وحرفيا انا مصور فيديوهات جدا هتعجبكم الايام اللي جايه. اول حاجه عن شغل المطاعم، تاني حاجه شغل الاسترويكا ده اللي هو المعمار عامه هنا في روسيا، تالت حاجه شغل المصانع. كل شغلانه من دي طبعا اكيد بتسال نفسك دلوقتي وعايز تسالني يا فارس طب الشغلانه دي بكام؟ عامه انا في فيديوهات جدا عملتها زي ما قلت لكم، وبوضح لكم كل حاجه، والشغل صعب ولا سهل، كام ساعه بتقبض، ازاي بتقبض، في نفس اليوم ولا بعديها بايام، ولا راتب، ولا كل ده حرفيا انا عارف، لان انا كنت بسال نفسي الاسئله دي قبل ما اجي روسيا، فانا عارف انت بتسال على ايه، فكل حاجه هتلاقيها حرفيا. اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. طبعا زي ما انتم شايفين هدوء هدوء جامد. احلى حاجه في روسيا والله يا جدعان، من الحاجات اللي انا بحبها جدا في روسيا الطبيعه. زي ما انتم شايفين اللي هو الاشجار، الطبيعه زي ما انتم شايفين. طبعا انا ملاحظ ان في ناس راجعه حرفيا دلوقتي من البحر، وناس راجعه على عجل، وناس راجعه بتتمشى زينا، فالصراحه الاجواء جميله. واحسن حاجه ان دي اول مره ليا، فهنستكشف مع بعض، هنشوف اذا كان ده بحر ولا في الاخر تطلع ترعه ولا ايه الدنيا. عامه يا جدعان دي مش زي المدن الساحليه عندنا زي شرم والغردقه. دي زي ايه بالظبط؟ زي الفيوم مثلا في مصر، فيها بيبقى بحر صغير او بحيره او الكلام ده كله. يعني دي زي اي مدينه غير المدن الساحليه عندنا في مصر. زي ما انتم شايفين في عربات كتيره جدا راكنه، وهناك برضو شايفين حلاوه الغابه والطبيعه. طبعا برضو من الحاجات اللي عايز اتكلم عليها ان الغابه هنا يعني في مناطق ينفع تخش فيها وتعمل شوي، والكلام ده كله بيبقى منطقه معموله للشوي اللي هو تشوي اكل او كده. وفي مناطق بيبقى مكتوب عليها من بره يعني زي استروجن احذر او كده، وممنوع الدخول. اي حد في روسيا لسه جاي جديد يا ريت يخلي باله. طبعا من الواضح ان في ناس كتير جوه، لان انا شايف عربيات كتيره جدا راكنه بره. ثانيه هوريها لكم. طبعا احنا قطعنا تيكت، انا ما كنتش اعرف والله ان الموضوع فيه تيكيتات وكده. تيكت عامل 400 روبل. طبعا اكيد في حاجات جوه لو هتعملها برضه هتبقى بفلوس. انا حرفيا اتحمست جدا، حاسس ان انا عايز انزل المايه دلوقتي، بس مش هسيبكم وهكمل معاكم. النهارده يا جدعان حرفيا الناس كتيره جدا جدا جدا. طبعا انا عشان اول مره اجي فسالت عبده هل كده المكان زحمه ولا لا، قال لي ده كده قليلين كمان عشان النهارده عيد المدينه، فكلهم هينزلوا يخرجوا بالليل. يا فتحي بعد اذنك دلوقتي لو حد وهو بيعوم غرق هتساعده ولا لا؟ بنعرف نعوم يا ابني، وقبل كده انقذناه. طب يا عبده، ده يا جدعان اكتر واحد بيعرف يعوم فينا عامه. عبده بعد اذنك، لو بنت غرقت دلوقتي هتعمل معاها ايه؟ وايلي وايلي. انا مش عارف، انا حاسس ان المكان حلو، وساعات بقول شبه اسكندريه، مش عارف والله. الشعب هنا حرفيا جميل جدا يا جدعان والله. يعني الراجل كبير جدا وبيقول لي صورني صورني. طبعا يا جدعان الراجل ده كان في شرم الشيخ. شرم الشيخ عندنا في مصر، بيقول عندنا ان في البحر الاحمر وجميل جدا وكده. لا والله احنا بلدنا اتشرفنا في اي حته. الشباب اهي بدات تخلع، والمايوهات والالوان. بيتكسف خلاص. ده في براميدا يجي فوتام. الراجل بيقول لي ان القاهره، ان شرم الشيخ احسن من القاهره، وان القاهره الناس بترمي السجاير في الارض، والمدينه مش نظيفه قوي. نوبروستاس كاكيلوتشي تيومين اللي في شرم الشيخ. عايزين نظهر بشكل احسن من كده. طبعا هو كان بيقول لي ان هو هناك من فتره، فانا قلت له دلوقتي الدنيا اختلفت والكلام ده كله، ودلوقتي بقت احسن. ايوه هيك تطلع فوق 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 فوق، وبتنزل بقى بحبل كده. او هناك هم ناس تانية طبعا غير الناس الاولانيه. طبعا شايفين اللي بقول لكم عليها. طبعا برضه ده مكان للاطفال وكده، اهو في بلد هناك ماشي اهو، زي الحاجات دي يعني موجوده عندنا. طبعا من الحاجات الجميله اللي بنحبها في المصيف، وهي اللعب بالكوره اللي هي الفولي بول، كره اليد. بصوا. طبعا الناس نزلت الميه وانا لسه ما نزلتش. ايه رايك انت في الميه؟ شعور جميل. لا بجد والله، ايه رايك في الميه؟ كله تمام يعني. ايه رايك يا عبدو في الميه؟ كله تمام. طبعا هو عمال يوقعهم ويلعب معاهم، وانا كل الكلام ده كنت بصور في مناطق تانية وبوريكم الدنيا. احنا عايزين بقى نسال فتحي ايه رايه في الميه. خد يا فتحي، ايه رايك في الميه يا فتحي؟ ايه رايك في ميه الميه؟ وحشه. وحشه. طبعا زي ما انتم شايفين اهو الناس بتشوي هنا،
والبحر هنا، يعني كل حاجه جنب بعض. وبرده هم عاملين حاجه كويسه ان في مكان تقعد تاكل فيه، يعني حتى لو انت مش جايب معاك اللي هي الملايه او حاجه تفرشها، فبتيجي تقعد تاكل قاعد محترم مع نفسك، انت اصحابك انت وعيلتك انت ومراتك، كل الكلام ده. طبعا يا جدعان عايز اعرفكم حاجه، ان الشوي ده هنا ببلاش، يعني مش بفلوس. الراجل بره قال لي ان هو ببلاش. طبعا يا جدعان ريحه الشوي طالعه من كل مكان، حرفيا كل مكان طالع منه ريحه الشوي. بس من الحاجات الكويسه ان هم اصلا عاملين لك كل حاجه، يعني بالظبط انت تجيب اكلك فحمك بس. طبعا اللي عايز يلعب يلعب، اللي عايز يقعد وياخد تان برضه بيقعد وياخد تان، كل واحد وراحته هنا. طبعا من الحاجات الجميله اللي بنحبها في المصيف وهي اللعب بالكوره اللي هي الفولي بول. طبعا في ناس هتقول لي دلوقتي طب احنا بقى عايزين نلعب كوره، نلعب كوره فين؟ عاملين حسابكم برضه، تعالوا اوريكم. طب انتوا دلوقتي لقيتوا الفولي بول هناك عليه ناس عاملين لكم فولي بول تاني. الحبل اللي قلت لكم عليه بتقطع من هنا وبيلبسوك حاجه شبه كده، تطلع فوق 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 وبتنزل بقى على الحبل ده كده. اهو في ولد هناك ماشي اهو، زي الحاجات دي يعني موجوده عندنا، فبس قلت برضه اوريها لكم. طبعا اللي ورايا دي برضه حاجات شبه الالعاب اللي انا وريتها لكم قبل كده، يعني ما فيش فرق كبير جدا يعني. طبعا انا قلت اقف في مكان هادي عشان نعرف نتكلم مع بعض شويه. انا الصراحه بالنسبه لي يعني انا جيت وشفت الدنيا، بما ان المدينه دي اصلا مش ساحليه، مش زي شرم الشيخ عندنا، مش زي الغردقه عندنا، مش زي المدن دي كلها، فالصراحه انا شايف البلد دي لا كويسه. طبعا انا عايز افهمكم حاجه، ان البحر ده مش مالح يعني، بس عشان الناس. هو مالح؟ البحر ده مش مالح، البحر ده يعني احنا بنقول بحر بس هو اصلا مش بحر، زي بحيره كده. انا قلت لكم في الاول الفيديو يعني دي مش ميه مالحه، دي ميه عذبه عاديه جدا، بس الناس نزلت وقالت برضه رايها. انا لسه ما نزلتش لان انا الصراحه نسيت الحاجه بتاعتي. الناس بتقول ان الميه كويسه، الميه نظيفه، ما فيش مثلا يعني حد رامي حاجه في الميه، ما فيش الكلام ده كله. خليك مركز معايا، فتح 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق بالظبط. فدي من الحاجات الكويسه هنا. احنا عارفين في بلدنا عامه يعني بتلاقي حاجه في الميه الكلام ده كله، بس يعني ان شاء الله ربنا يحفظ بلادنا وتبقى في الاحسن ان شاء الله. فمن وجهه نظري يعني لو هنبتدي من الاول، طبعا الطريق مش صعب بالنسبه ان انت ساكن بعيد شويه عن السنتر، فمش صعب تقدر تيجي هنا من غير فلوس حرفيا. يعني انت بس تركب الاوتوبيس بتاعك 37 روبل و400 روبل دخول الوالف خد، ادي كده كام؟ قول 450 روبل. 450 روبل بالنسبه لاي واحد هنا ده مش فلوس خالص، يعني دي ما تجيبش حق ثمن اي حاجه حرفيا. اذا كان فقير اذا كان غني عايز يجي هنا هيقدر يجي من غير اي فلوس، بفلوس قليله جدا جدا حرفيا. طبعا في اماكن تانية هبقى ان شاء الله الايام الجايه اصورها لكم، دي بقى بفلوس غاليه جدا. بس الصراحه برضو غير هنا، يعني هنا برضو ايه مليانه ناس كتير، لا هناك ما فيش ناس كتير، تقدر تستجم من الاخر. زي رايح مثلا عندنا زي مراسي زي الحتت دي، مش في البحر قد ما في الاستجمام، انك تستجم شويه، انك قاعد قاعده هدوء، كل الكلام ده كله. طيب نخش بقى على تاني حاجه. قبل ما اتكلم على اي فعاليات هنتكلم عن الناس نفسها، دي اهم حاجه انك تتكلم عن الناس نفسها. ما انت ممكن تيجي ما تزعلش مني، احنا هنا بس الاجانب، يعني احنا بالنسبه لهم الاجانب احنا حرفيا 4. يعني انا من ساعه ما دخلت كل الناس حرفيا روس، زي ما انتم شفتوا الاجانب رحبوا بينا جدا. يعني الراجل اتكلم معانا وقال لي رايه في مصر، قال ان شرم الشيخ كويسه، وبالنسبه لي شرم الشيخ في رازنيتسا وكده اللي هو يعني في اختلاف عن هنا. بالنسبه لهناك بحر احمر، كل الفعاليات هناك اجمل من هنا، عشان هو عارف ان المدينه دي مش ساحليه. بس قال لي هنا برضه بحكم ان هي بلدي فانا برضه بحبها. طبعا بالنسبه لي حتى لو انا رحت اي دوله في العالم، انا بالنسبه لي بحب بريطانيا سويسرا كندا الحتت دي كلها، انا بالنسبه لي مصر رقم 1. طبعا زي ما احنا عارفين في دول كتير ان انت مثلا بتلاقي الناس بصلك كده بصه ايه ده مين ده، لا هو بيقول لك ايه ده مين ده، عايز يتكلم معاك، مش اللي هو بيتعنصر عليك. شعب الصراحه كويس جدا جدا هنا يا شباب. ثالث حاجه وهي الفعاليات هنا انا وريتكم، انا اتبسطت جدا جدا. يعني انا كل ده انا ما جربتش، بس اتبسطت جدا جدا باللي انا شفته، لان انا مش متوقع كده، لان بالنسبه لهم هنا زي ارخص حاجه انت ممكن تقدر تعملها هنا، لان في اماكن زي ما قلت لكم اغلى من هنا بكتير. فانك تيجي هنا بالاسعار القليله وتلاقي الفعاليات دي اصلا موجوده، لا هم الصراحه بيقدروا كل الناس زي بعض. انت غني هتروح لمكانك، انت فقير هتقعد نفس اللي بتعمله الغني، بس في مكان في ناس اكتر. زي ما انتم عارفين المكان اللي برضه الرخيص بيبقى فيه ناس اكتر من المكان اللي بيبقى غالي. فوريتكم اللي هو الحبل مش عارف اسمها ايه اللي بتنزل بيها دي، طبعا عجبتني جدا. طبعا اغلبيتها اطفال اللي بتطلع، برضه في ناس كبيره طلعت، بس انا يعني اللي صورته كانت اطفال وكده. تاني حاجه اللي هي اللي بتبقى في الميه ومش عارف بيعمل بايده كده وكده، مش عارف اسمها ايه، بس عامه برضه عجبتني ومش غاليه. ثالث حاجه البحر نفسه عامل ازاي. انا وريتكم البحر نضيف جدا يا شباب، او بلاش نقول البحر، البحيره نضيفه جدا يا شباب. يعني كده بقى ننقل على رابع حاجه، وبالنسبه لي دي المهم، انك تيجي تخش انت المكان كله مهيأ لك ببلاش. يعني عندك بتاعه الشوي اللي وريتها لكم ببلاش، انت بس تجيب بس كام فحمايه تولعها تشوي، تجيب اكلك بس وتشوي. يعني المكان كله مهيأ لك ببلاش. البحر مفيش مثلا رخامه كتير، مفيش حد بيرخم على حد، كل حاجه تمام. عد معايا اول لما تيجي مكان الشوي ببلاش، مكان مخصص ليك للشوي. تاني حاجه مكان انك تقعد تاكل بعيدا عن الشوي، مكان اللي وريته لكم بعيدا انك تاكل، فدي تاني حاجه. تالت حاجه الفعاليات كلها انت بمبالغ بسيطه جدا جدا.
رابع حاجه المكان كله مهيأ لك انك تلعب كوره، اذا كان كوره فولي بول او خامس حاجه كوره قدم. طبعا انا موريك ده بدل الواحده 2. هتقول لي يا فارس طب افرض انا جاي انا ومعايا اطفالي او الكلام ده كله، طبعا ما نسيتكمش وموريكم في الفيديوهات ان في مكان مخصص كده بس للاطفال، العاب اطفال بس. يعني انت بتبقى واقف انت مطمن على ابنك وهو بيلعب، العاب كلها اطفال. طبعا اذا كان بقى العاب انك تتزحلق تمسك في حاجه ورياضه، كل الحاجات دي موجوده. حتى لو انت سن طفلك صغير جدا يعني 3-4 سنين صغير جدا يقدر يلعب عادي، واصغر من كده كمان يقدر برضه يلعب عادي. انا برضه حابب اتكلم عن حاجه مهمه قبل ما اختم، وهي العنصريه حرفيا هنا يا شباب. اكيد ممكن في لو 1%، انا بقول لك اللي حصل معايا 0% حرفيا. يعني لو في 1% فانت برضه يعتبر دي مش عنصريه. انتوا شفتوا الناس بتتكلم معانا بحب، الناس بتحبنا، الناس بتبقى عايزه تعرف طب انت منين. مثلا الراجل اللي يعرفنا طب هو نزل مصر، في ناس كلمتني تاني طب انت منين؟ انا من مصر. في واحد هنا كان لسه بيسالني ان انت منين، فبقول له انت تتوقع ان انا منين؟ قال لي انا اديك مثلا حاجه في اللاتيني او كده، فبقول له يعني منين بالظبط؟ قال لي ممكن المكسيك، ممكن برازيلي الكلام ده. قلت له طب انا شكلي كده؟ هو قال لي رايه، قلت له لا انا من مصر، وطبعا شرف ليا جدا جدا ان انا من البلد دي او من اي بلد عربيه. انا بتشرف بكل البلاد العربيه حرفيا زيها زي بلد. قال لي انا الصراحه نفسي اروح مصر، حابب ان انا اروح مصر. قال لي كلمني عن مصر شويه. طبعا كلمته، اكيد كلمته على كل الاجابات اللي في مصر. قلت له اي حاجه تقابلك في مصر انت عايز مساعده هتلاقيني، ولو ما لقيتنيش تلاقي حرفيا المساعدات من الناس المصريه كلها. وبكده نبقى وصلنا لاخر الفيديو. اهم حاجه لو انت وصلت لحد هنا فانا حرفيا ممتن ليك جدا يا صديقي. اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بس في نقطه مهمه مش عايزك تنساها، اي موضوع عايزنا نتكلم فيه، اذا كان عن الغربه، عن روسيا، عن اي بلد تانية، عن الدراسه، السياحه، اي حاجه حرفيا عايزنا نتكلم فيها اكتب لي في الكومنتات وهرد عليك طبعا في الكومنت، وهعمل فيديو. فاي حاجه تشغل دماغك اكتب لي بس، وانا هعمل لك عليها فيديو واقول لك كل حاجه فيها من الصفر. كل حاجه هتلاقيها في قناه فارس اللول. وبس كده، سلام.